السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ فيديو مهم جدا. بصوا، احنا بنعمل يعني فيديوهات مهمة بفضل الله. بصوا بقى، الفيديو ده للناس اللي هتبتدي تشتغل في الركنة، تعمل كفرات للركنة، كفر للركنة. تمام. الفيديو ده فيه الاساسيات المهمة اللي احنا هنشتغل عليها. هنعمل ليها كذا فيديو ورا بعض. تمام. طبعا هقول لكم هنشتغل ازاي، والطريقه بتاعتنا بتاعت الشغل ازاي. بس قبل ما نعمل اي حاجه ونشتغل ولا نقول اي حاجه، حطوا اللايك كده عشان الفيديو يوصل لناس كتير نفسها تتعلم. الفيديو ده اول حصه في الركنه. تمام. هنعمل كفر ركنه. طيب، انا دلوقتي جاي لي اشتغل ركنه للكفر ركنه. تمام. وانا مش عارفه اعمل ايه. يعني انا جالي الركنه ومش عارفه اعمل ايه. طيب، الزبونه قالت لي انا عندي ركنه 5 متر، عايزه اعملها كفر. تاخد قد ايه؟ هقول لها معرفش. ايه ده؟ ازاي هقول لها معرفش؟ ده ما انا بعمل كفرات ازاي؟ اقول لها معرفش. ليه بقى هنقول الكلمه دي؟ ان مفيش حاجه اسمها ركنه 5 متر، مفيش حاجه اسمها ركنه 7 متر او 10 متر لا، مش مفيش الكلام ده. اللي احنا بنقول امتى ركنة 7 متر ولا 8 متر ولا كده؟ ده لو هنفصل لك ركنة. يعني انا هفصل لك ركنة، هروح عند المنجد اللي بيعمل الركن، وهقول له اعمل لي ركنة 5 متر، هيفصل لي ركنة 5 متر. انما عشان انا اعمل كفر لركنة، ما ينفعش الزبونة تقول لي 5 متر او ولا 6 متر، لا. طيب، محتاجة ايه؟ طيب، انا عندي ركنة. ماشي. هنسألها كام؟ يعني الركنة دي كام كنبة؟ خلاص. كل كنبة مقاسها قد ايه؟ ولو انتي شغالة اونلاين بتبعت لك الصورة بتاعتها. تمام. ليه بقى كده؟ ليه بنجزأها كده؟ لان هقول لكم ليه. لان مع الشغل ركنة مثلا 5 متر دي، مرة جاتني الركنة 5 متر، مرة جاتني 3 كنبات، يعني كنبتين وزاوية. ومرة جاتني كنبتين بس، فدي 5 متر ودي 5 متر. بس الكنبتين أخدت في المقاس أقل من ال3 كنبات، يعني خدت كمية قماش أقل من ال3 كنبات. فأنتي لما تيجي تقوليني أنا عندي ركنة 5 متر، احسبيها لي، هقولك مش هعرف. ليه بقى؟ لأنها ممكن تكون 3 كنبات، وأنا أحسبها مثلا الحسبة على أساس 3 كنبتين بس، وأبقى أنا الخسرانة. تمام. يبقى لازم نعرف إيه قبل ما نشتغل في الركنة؟ هي كام كنبة، مقاس كل كنبة قد ايه. طب المقاسات التانية هتتابعوا معايا يعني هتتابعوا معايا الحصص بتاعة الركنة. هنعمل لكل كنبة فيديو. تمام. طيب، الفيديو ده هنعمل للكنبة اللي من غير ايد. بصوا، سهلة جدا جدا جدا. طيب، المقاس الوحيد اللي لازما الزبونة تجيبهولك هو المقاس ده، او انت هتروحي تقيسيه. هو المقاس ده اللي انت محتاجاه. المقاس ده من هنا لهنا، الطول ده من هنا لهنا. تمام. طب انا عايزه اجيبه من الظهر. تمام، عادي، مش مشكله. يا تجيبيه من الظهر يا تجيبيه من الشلته من هنا. تمام. طيب، المقاسات التانية ايه نظامها؟ هقولك بقى. انا المقاسات التانية دي ثوابت، يعني في كل حاجه، حتى لو عملتيها في قماشه مش بتمط، بس بقى مع مراعاة ان احنا بنزود الخياطات. انما القماشة اللي ما بتمط مش بنزود خياطات. القماشة اللي مش بتمط بنزود خياطات. القماشة اللي فيها مطة بناخد المقاس مظبوط. طب تمام تمام. نيجي بقى لمقاس مهم جدا. ده هيبقى ثابت عندك. يعني المقاس يا عندك يا هتعمليه كورنيش يا اما من غير كورنيش. طيب، اول حاجه هيبقى الكورنيش عندنا المقاس ده كده كده كده. ده دوران الجسم. طيب، المقاس دوت بيبقى قد ايه؟ بيبقى 2 متر. تمام. طيب، في القماشه الجكار او القماشه اللي هي القطيفه السنبله
او او الكتان، اي حاجه بتمط، بناخد ده كده في عرض القماش. خلاص، بيبقى البرسل من هنا وبرسل من هنا. خلاص، تمام تمام. طيب لو انا هعملها من غير كورنيش، هشتغل عليها ازاي؟ من غير كورنيش هيبقى المقاس ده اللي هو دوران الجسم كده 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 3 متر. انا ليه بقول لكم المقاسات دي؟ تمام، علشان انتوا يعني القماش بيتغير. تمام، فانتوا هتبقوا عندكم خلفية ان الدوران ده قد ايه والدوران ده قد ايه. طيب في دورانات اقل، لا ما تاخديش بالاقل. يعني لو حد قال لي اصل الدوران 2.5، هقول لها لا معلش، اشتغلي على 3 متر عادي. انا في الكورنيش مش هحتاج الا بس المقاس ده بس وخلاص. طيب لو من غير كورنيش هحتاج مقاس ايه تاني؟ هحتاج جناب عندي هنا اكملهم. طيب الجنب عندي ده بيبقى قد ايه؟ بيبقى كده 60 وارتفاع 40. بيبقى ازيد من كده؟ لا، القماش الجاكار او القطيفه بيبقى عندنا 60 في ايه، في 40. ينفع نزوده عادي براحتك، بس عشان ما يبقاش فيه كلكعه. فاهمين انتوا ازاي؟ دي المقاسات اللي احنا هنحتاجها. عندنا المقاس ده الزبونه اللي هتجيبه، انما المقاس اللي هو الدوران ده احنا عارفينه، والمقاس الدوران ده احنا عارفينه، والمربع ده احنا عارفينه. يلا بقى نقص ونشتغل. طيب انا المقاس ده عندي مثلا متر، هاخد من طول القماش متر. انا هشتغل على كورنيش، لو انا هعمله كورنيش. طيب بناخد اهو البرسل، اهو البرسل، بنقيس من طول القماش، ماشي، المقاس ده اللي الزبونة جابتهولك، يبقى هنقيس كده. تمام، انا طبعا ببقى البرسل على البرسل كده ونسهل على نفسنا. يبقى المقاس ده اللي الزبونة جابتهولك بناخده من طول القماش ونقصه بالظبط، بنعمله بالظبط، ولا ننقص ولا نزود. ليه بقول لكم خدوا المقاس بالظبط؟ لان بصوا ادي المقاس بالظبط، هتمطيها بصي قد ايه قد ايه زياده قد ايه، فمش محتاجه ان انت تزودي اصلا. طيب بصوا بقى، احنا قصينا من البرسل. بصوا بقى المفروض ده عرض القماش، يعني احنا خدنا من طول القماش البرسل، وده كده عرض القماش. بصوا بقى عرض القماش هيبقى معاكي كده، البرسل هيبقى هنا والبرسل هيبقى هنا، مش محتاجين حاجة تانية خالص. طيب هنقفل ازاي؟ هنقفل دي كده، تمام، ونقفل التانية كده، ونجيب الكورنيش داير ما يدور. خلاص، هعملها لكم دلوقتي. بناخد بناخد كده 60 سنتي، يعني بنقيس كده، ماشي، بتقيسي كده 60 سنتي، والباقي بتطبقيه. 60 سنتي طبعا اللي هي الشلتة. تمام، بصوا كده اهي، انا خلصتها بس مش هعدلها، بس هوضح لكم حاجه. بصوا هنا بقى، بصوا هي عامله كده ازاي. هنا بقى هنعمل حرف التي كده، فهمتوا؟ نخلي الخياطه كده في النص ونعمل حرف التي. بصوا بقى حرف التي، انا اشتغلت حرف التي.
بصوا بقى المنظر كده تمام. طبعا الشراشيب دي احنا في شغلنا الشراشيب دي بتتقص، بتتعمل بتتظبط، تتعمل اوف كده اهو معانا اهو الظهر لحد هنا واهو، وبنشتغل عليها كورنيش داير ما يدور. هحط لكم في صندوق الوصف فيديو انا اشتغلت عليها على الطبيعه يعني، وهبقى هحط لكم كمان فيديو للكورنيش. كده تمام. كده انا خلاص يعني الكورنيش هنشتغل عليه داير ما يدور وخلاص على كده. طيب لو انا عايزه اعمله من غير كورنيش، تمام، هنعمل ايه؟ لو من غير كورنيش هناخد برضو المقاس ده وبرضو الزبونه اللي جايباه او انا قسته، مش شرط يعني يكون اونلاين، لا ده انا الزبونه جايبه لي المقاس ده او انا بنفسي قست المقاس ده. بناخد من طول القماش كده المقاس ده ايا كان بقى، متر ونص، 2 متر، وبنقص. خدناه اول مره هنسيبه زي ما هو، هناخد برضو نفس المقاس تاني مرة، هنقيس المقاس كده ماشي، ويبقى معانا قطعتين قد بعض اللي هو طولها المقاس ده. تمام. اول قطعة سبتها زي ما هي، تاني قطعة حطيت البرسل على البرسل اهو، البرسل اهو على البرسل، وهقسمها 2. قسمتها 2، هنوصلها بقى بايه؟ بدي. حط كده، هنساوي بقى الشرشبة دي، شكلها وحش جدا. انا ليه عملت الوصلة دي؟ هقول لكم ليه. علشان احنا هيبقى كده، بصوا بقى، بصوا بقى عملت الوصلة ليه، عشان هناخد كده كده ويبقى معانا دي للاخر. طبعا هي القماشة هتمط معانا فهتبقى كويسة، فاهمين؟ خدنا الدوران بتاعها. طيب تمام. هناخد ايه كمان؟ طبعا احنا اتبقى ده، بقيت الحتة الباقية هنعمل منها الجناب، بس انا هعملها لكم بلون تاني علشان توضح معاكم. طيب هناخد الجناب، هناخد جنبين كده وجنب كده ماشي، كل مقاس فيهم 60 سنتي، 60 في 40. خدنا المقاس ده ليه؟ علشان الجناب بتاعتنا كده هيبقى ده هنا ودي هنا كده. تمام تمام. نجيب بقى القماشة اللي احنا وصلناها ماشي، اللي هي الجسم بقى. خلي الوصلة في الظهر، يعني الوصلة دي في الظهر، يعني هنبدأ من هنا، هنقفلها على دي، على الجسم بتاعنا. ازاي؟ احنا هنا بتبقى هنا 40 وهنا 60، هنبدأ بال40. تمام. هنحط ال40 كده، بصوا بصوا الواجهة ازاي، بصوا هنا 40 60 40 60. تمام. هنقفلها. انا في التقفيل الاول عشان بس اوضح لكم، عشان بس اوضح لكم انا شغاله ازاي. انا هقفل ال40 وهقفل ال60. تمام. وهطلع من المكنه خالص وبعدين اقول لكم هعمل ايه. بصوا اهو، انا قفلت ال40 وال60. ال40 التانية دي هناخدها في الظهر، في الحته اللي هي الوصله دي في الظهر بقى من ورا، في الظهر كده كده كده. تمام.
خلاص انا خلصتها. بصوا اهي. نيجي بقى هنا بنعمل حرف التي. انا كده قفلت اول جنب، هقفل الجنب التاني. هاخده كده من هنا وهاخد كده، نحدد الواجهة التانية برضو نفس النظام. 40، ادي 40 وهيبقى 60. اهو خدنا 40 و60، بقى 40 دي هناخدها في الظهر كده. برضه هنعمل حرف تي. انا هحطها لكم على القلبة علشان تفهموا احنا عملنا ايه. بصوا اهي، بصوا احنا عملنا ايه بقى. بصوا ده حرف التي اهو مشي، وعملنا الجناب زي ما احنا شايفين اهي. عملنا الكورنيش، طبعا ده هيتعمل استك، يعني ده كده استك داير ما يدور. تمام، هنلف عليه داير ما يدور استك. تمام، انا كده خلصت. تنسوش دايما اللايك، ولو في اي استفسار عن اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات. وانتظروا الفيديو الجاي، هناخد الكنبة اللي من غير اللي بايد واحدة. تمام، هنعمل كذا فيديو على نفس الطريقة، وان شاء الله تستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.